وأخبار فريق المغرب الفاسي الماس الذي يعيش حالة ضبابية، حالة من عدم الوضوح، حالة قد تجعل سفينة الفريق تنحرف عن الطريق السليم. هذه الحالة التي تقلق جمهور الماس الذي بات يتخوف على مستقبل الفريق الماس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز ال11، وصل إلى نصف نهائي مسابقة كأس العرش، لكن منذ نهاية لقاء الماس وفريق الجيش الملكي وحتى اليوم 19 يوم حالة من الغموض، حالة من الجمود حول وضعية الفريق. يمكن أن نجمل ما يحدث في الفريق في 3 نقاط. أولا، النقطة الأولى هو الحديث الذي كان مع رئيس الشركة الرياضية إسماعيل الجامعي، الذي قال أنه لم تعد تربطه علاقة بالشركة الرياضية للماس، وأن الأسهم التي كان يملكها قد أعادها لجمعية المغرب الرياضي الفاسي، وقال أن الديون الخاصة به سيمنح الرئيس القادم مدة 3 سنوات من أجل أداء هذه الديون. هذا حديث كان مع رئيس الشركة الرياضية إسماعيل الجامعي. النقطة الثانية هي إعلان عقد الجمع العام الانتخابي. هذا الجمع العام الذي سيكون يوم 26 من الشهر الحالي تم فتح باب الانخراط وتجديد الانخراط الذي حدد بقيمة 20,000 درهم. فتح باب الترشح للرئاسة، رئاسة الفريق، ما بين 20 إلى 24 من الشهر الحالي. النقطة الثالثة، حتى الآن لم يتم إعلان اسم من يريد الترشح لرئاسة فريق المغرب الرياضي الفاسي. هناك اسم تردد في أكثر من مناسبة يتعلق الأمر بالسيد محمد بوزوبع. حاولنا الاتصال به من أجل الحديث عن المشروع الرياضي، عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها، لكن للأسف لم نستطع الاتصال أو التواصل معه من أجل تقريب المستمع الرياضي وأيضا جمهور الماس من المشروع الرياضي. هذا الاسم هو الذي يتداول، لكن لا شيء رسمي حتى الآن. هذه النقاط الثلاث تجعل وضعية المغرب الرياضي الفاسي وضعية ضبابية، وضعية غير واضحة المعالم، لكن هناك أمور سيئة حدثت خلال الأيام الماضية، الأمور التي تتعلق بوضعية اللاعبين، أيضا الجهاز التدريبي. حتى الآن غادر الفريق 11 لاعب لنهاية العقد أو فسخ العقد من جهة واحدة، الأسماء 11 لاعب، لكن ما ينتظر المغرب الفاسي من حتى يوم الاثنين القادم هو إمكانية فسخ عقد 7 لاعبين آخرين بسبب مطالبتهم بمستحقات المالية. يتعلق الأمر بيوسف عقردوم، سعد آية الخرصة، عماد الرياحي، زكريا نسيك، الغزواني، أشرف هرماش، عمر النمساوي. هذه أسماء من ركائز الفريق، 7 أسماء. إذا لم تتوصل بالمستحقات المالية حتى يوم الاثنين فإن هذه الأسماء ستغادر فريق المغرب الرياضي الفاسي، ليجد الماس نفسه بدون أي لاعب، لأن حتى الآن بهذه الأسماء ال7 المغرب الفاسي يتوفر على 16 لاعب، 13 لاعب أساسي إضافة إلى 3 من لاعبي الأمل. إذا ما غادرت هذه الأسماء ال7 فإن الوضعية ستزداد تعقيدا على فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي غادره أيضا الجهاز التدريبي بأكمله. لذلك الرئيس القادم عليه أن يتعاقد مع الجهاز التدريبي جديد. أيضا إذا ما كان هناك مرشح وإذا ما كان هناك اتفاق على رئيس قادم فإن عليه من الآن العمل من أجل محاولة إبقاء هؤلاء اللاعبين ال7، وربما يزدادوا إلى 9 لاعبين آخرين خلال أن يزداد العدد من 7 إلى 9 خلال نهاية الأسبوع القادم. خلال الفترة الماضية، بعد نهاية لقاء فريق المغرب الفاسي والجيش الملكي، كانت خلال الأيام القليلة ما بعد تلك المقابلة كان حديث عن أسماء رشحت من أجل تولي تدريب فريق المغرب الرياضي الفاسي. الأسماء التي ذكرت هناك المدرب الجناني، إضافة إلى مدربين من مصر هما طارق مصطفى وعلي ماهر. أيضا كان حديث عن رشيد الطوسي، لكن بعد ذلك لم يعد الحديث عن جهاز تدريبي جديد، لم يعد الحديث عن مرشح رسمي لرئاسة الفريق، لم يعد الحديث عن أداء ملفات النزاع. الماس مطالب بأداء 1,460,000,000 سنتيم من أجل السماح له بإجراء الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية. كل هذا
الأمر لا يوجد أي حديث، حالة من الغموض. 19 يوم على نهاية الموسم وتبقى 15 يوم على انطلاق الجمع العام الانتخابي. 15 يوم تبقت ولا يوجد أي شيء رسمي أو توجد بارقة أمل حتى الآن. الوضعية، حاولنا الاتصال بأعضاء اللجنة المؤقتة لجمعية المغرب الفاسي الذين أداروا خلال منتصف الموسم الماضي جمعية المغرب الفاسي، لكن الجميع اعتذر عن الحديث. تبقى الأمور مبهمة داخل الماس. كما ذكرت نحن على بعد 15 يوم من عقد الجمع العام الانتخابي، ليبقى انتظار المجهول هو عنوان مرحلة فريق المغرب الرياضي الفاسي حتى الآن. تحدثت سارة عن المنح التي سترصد لفريق المغرب الرياضي الفاسي من جهة فاس مكناس خلال الموسم القادم، ستصل إلى 400 مليون سنتيم. أيضا هناك منحة المجلس البلدي التي هي 500 مليون سنتيم. لذلك الرئيس الجديد عندما يتولى رئاسة فريق المغرب الرياضي الفاسي سيجد في انتظاره 900 مليون سنتيم، هذا المبلغ الذي تم إيقاف صرفه حتى انتخاب رئيس جديد لفريق المغرب الرياضي الفاسي بعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة. إذن هذا ما يوجد لدينا من أخبار حول فريق المغرب الرياضي الفاسي. نأمل خلال هذا نهاية الأسبوع الحالي أو مع بداية الأسبوع القادم أن تكون هناك بارقة أمل لجمهور الماس حول مصير هذا الفريق العريق الذي سئم جمهوره من الحالة التي يعيشها دائما، حالة الانتظار، حالة دائما يتمنى أن يكون هناك المنافسة على الألقاب. نأمل أن يكون هناك شيء جديد خلال الأسبوع القادم. هذه أخبار الماس.